حطيت البصل، حاليا الملح، طبعا البصل من غير زيت. بنشفشفه تشفشيف هالاول، والشيبان كيف كانوا يشفشفونه. وهني عندي انا سلقت العدس ونص سلقه عشان، وعندي هالزعفران بحطه بعد على البصل عشان يعرق عليه ويشيل زفرة البصل. شوفوا بدا يعرق ويطلع الماي، هذا اللي انا ابغيه، وبيتحمر على الماي، ماي البصل نفسه يعني من غير زيت. ولون الزعفران طبعا بعد ما نشفنا البصل بالماي نحط قطرة زيت. طبعا الحين عندي جرفة وهال وفلفل اسود بنزلهم ونقلب البصل. حاليا انزل ليمون اليابس، حاليا انزل النخي المفلوق عليه وبقلبه كله مع بعض. طبعا النخي انا سالقنه قبل اذكركم. وانزل الكازو المحمص حاليا تقريبا ما يعادل نص كيلو. وهذا الصنوبر محمص، تسمعون حتى التشه ماله، تشه القلع بعدها. وهذا الزبيب بعد ما قليناه بعد ننزله. طبعا حشوتنا شويه غير عن حشوه المطاعم، لان المطاعم يحطون بس عدس ويبهرون، وهذا نحن نحط فيه مكسرات. طبعا هاي الحشوه هي نفسها اللي نستعملها حق عيش ولحم، وحق عيش الولايم، وحق المكبوس، وحق الغوزي، وحق غوزي الدياي. عندي الزعفران، ملح، هيل، فلفل اسود، وعندي الذبايح والكركم من داخل ومن برا من كل الاتجاهات. كركمناها من كل الاتجاهات، وحتى من داخل حطينا فيها الكركم ودهناها. وحين باقي الفلفل الاسود والهيل والملح. وبعد ما بهرتها من كل الاتجاهات ومن داخل ومن برا، حاليا باقي مع الزعفران وبنزعفرها. عبيت الحشو، الحين بعبي الثاني وعقب بخيطها بخوص النخل. بعد ما حشيناها، هاي ربطة البطن بالخوص، خوصة واحدة تربط لك البطن كله. طبعا حطينا البصل والليمون اليابس والبهارات الحب، وحاليا نحط الشبك. هالشبك طبعا حق الغوزي. حاليا نزلت الذبيحتين بعد ما ربطتهن وخيطتهن، نزلت عليه الزعفران. حاليا نسكر ونحطه على النار. وهذا جدر الغوزي ونحط على النار. طلعناه من قدر المندي، وحاليا بس دخلناه حسب انه يتحمر وجهه ونطلعه. طبعا هاي المرقة اللي في قدر الغوزي، الحين بفردها على الخبز هني. وهذا الغوزي وجهز الاول والثاني. الحين بحط عليه خبز الرقاق وبمرق عليه من مروقه. هذا مروقه مثل ما نشوف، حطينا الخبز والحين نمرق عليه بروح الخبز بتلين. هذا غوزي رقم 1 وهذا غوزي رقم 2، ونقول لكم هني وعافية.